بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم مع الجديد في الغزل والنسيج. النهاردة الباشمهندس أشرف بدوي كتب مقالة عن مرحلة البرم. مرحلة البرم هي المرحلة اللي قبل الغزل على طول، واتكلم فيها عن الاستطالة والقوى الطاردة المركزية وحاجات مفيدة جدا في قطاع الغزل. فكنا واخدينها في الكلية زمان، فاحنا هنلخصها بناء على كلامه. هو الباشمهندس أشرف بدوي قال إن المفروض إن الاستطالة في مرحلة البرم لا ما تزيدش عن 2/10%، 0.2%، 2/10%. يعني لو زادت عن كده بيحصل فيه مشاكل في جودة الخيط بعد كده. فده بناء على كلامه هو المهندس أشرف بدوي. طب تعالوا نشوف يعني ايه أول حاجة الاستطالة في مرحلة البرم. لو انت مهندس غزل ونسيج وعاوز تحسبها، أول حاجة انت تعرف تجيب النمرة المعملية. يعني انت لو في صالة الغزل وأمام مرحلة البرم وجبت مبروم من على المكنة، تعرف تجيب نمرة الخيط انجليزي او نمرة المبروم انجليزي، اطرحه من النمرة الفعلية لانك انت بتعمل خطة غزل. نفترض انت بتطلع نمرة 30 على 1 ممشط كومباكت، طبعا انت بتبقى عارف نمرة المبروم هيبقى كام، فانت بتاخد عينة من المبروم، نفترض ان هي 100 متر من على المكنة، بتوزنها في المعمل. بعد ما توزنها بتضربها في 10 تقدر تطلع التكس، ومن نمرة تكس تقدر تحولها للنمرة الإنجليزية أو النمرة المعملية. بعد كده النمرة النظرية أو اللي انت خططت عشان اللي انت عارف هتطلع النمرة كام المفروض، النمرة المثالية أو النمرة اللي هي في خطة الغزل، وتقسمها على النمرة اللي انت عارفها في خطة الغزل وتضربها في 100. بناء على كلام الباشمهندس أشرف بدوي قالك الاسترتش ده ما يزيدش على 2/10%. يبقى أول خطوة في مرحلة الغزل في مرحلة البرم، احنا في قطاع دلوقتي ايه؟ البرم. عشان تعرفها احسب الاستطالة او الاسترتش قد ايه. هتجيب النمرة المعملية زي ما انا قلت، هتاخد مثلا عينة طولها 100 متر من المبروم وتوديها المعمل وتوزنها، من خلالها هتعرف النمرة تكس. النمرة تكس هتحولها الى النمرة المعملية. طيب النمرة اللي هي النومينال او النمرة اللي هي النظرية او النمرة اللي انت عملتها في خطة الغزل سهلة تعرف تجيبها. طيب تاني حاجة، يبقى أول حاجة عايزين نعرفها دايما لو أنت مهندس غزل، تعرف نسبة الاستطالة في مرحلة البرم. طيب تاني حاجة تعرف تجيبها اللي هي عدد برمات البوصة. سهل، عدد برمات البوصة هضرب أس البرم في النمرة النظرية. طيب أس البرم برضك أنا ببقى عارف من الجداول عشان اطلع نمرة معينة، بعرف أس البرم، أس البرم في مرحلة البرم في النمرة النظرية أقدر أجيب منها عدد برمات البوصة وأقدر أحولها لعدد برمات المتر. نقدر نحول عدد برمات البوصة لعدد برمات المتر. هقسم مثلا على 2.54 واضرب في 100 هيديني عدد برمات المتر. طب ليه بجيب عدد برمات المتر؟ عشان اجيب الار بي ام، عدد اللفات بتاع البقرة، عدد اللفات اعرف اجيبها. هضرب التي بي ام في الفي دليفري. انا عندي اصلا السرعة السطحية بتاعة الاسطوانة بتاعة مرحلة
البرم ضربتها تي بي ام في تي ديليفري، اقدر اجيب الار بي ام، اقدر اجيب الار بي ام توتال. هجمع الار بي ام بتاعت الفانوس مع الار بي ام اللي انا جبتها، هيدينا عدد البرامات الكلي. حاجة بقى مهمة هو قالها وعجبتني، بتاع القوة الطاردة المركزية المؤثرة على بكرة المبروم. هو قال ما تكبروش اللف على البكر، لان كل اما اللف بيكبر القوة الطاردة المركزية بتكبر. طيب نترجم الكلام ده ازاي بقى؟ القوة الطاردة المركزية اصلا احنا خدناها بتساوي كتلة المبينة، الكتلة سواء بالكرتون زائد الخيط او المبروم الملفوف عليها، الوزن في 2 طه في عدد البرامات في عدد اللفات ار بي ام اللي هي التوتال على 60 مربعة في نصف قطر البكرة. ده ثابت، ده بيعتبر ايه؟ ثوابت. طب القوة الطاردة المركزية بتزيد امتى؟ اما نص قطر البكرة بيزداد، لان انت بتلف المكنة عمالة تلف وبتكبر، المبينة بتكبر، فكل ما بتكبر ترضي القوة الطاردة المركزية بتكبر، وكتلة المبينة بتكبر، فدي القوة الطاردة المركزية بتكبر. فدول 3 حاجات. أول حاجة نعرفهم لو أنت في صالة الغزل، أول حاجة بتعرف تجيبها هي نسبة الاستطالة قد إيه، دي أول حاجة مهمة وإحنا قلناها. تاني حاجة تقدر تجيب الار بي ام عن طريق عدد البرامات. واخر حاجة تقدر تحسبها هي القوة الطاردة المركزية. تحياتي يا باشمهندس اشرف، ولو في حاجة تأثير مني سامحني. تحياتي مهندس محمد كمال.